حاولت تتعلم دافنشي قبل كده؟ حاسس انه مليان تفاصيل ومعقد ومحتاج وقت عشان يتفهم؟ طب حسيت ان البرنامج بطيء على جهازك واداء الفيديوهات عليه مش مقبول برغم ان برامج المونتاج التانية مش كده خالص؟ طب عدت عليك بعض المشاكل الصغيرة بس مزعجة الى حد كبير؟ كل ده وانت على الناحية التانية بتسمع ناس كتير بتشكر في البرنامج وبتتكلم عن قد ايه هو برنامج قوي وبرغم المميزات اللي فيه الا انه مجاني. وبقول لك ايه، خايف من دافنشي؟ السلام عليكم جميعا، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. احب اطمنك واقول لك ان مش انت لوحدك اللي حسيت بالموضوع ده، وخاصه لو كنت متعود تعمل مونتاج على برنامج مختلف. الموضوع كله ما هو الا اختلاف اسلوب مش اكتر، وعشان كده انا عامل السلسله دي لنوعين من الناس. اول نوع هم اللي كانوا بيستعملوا برنامج مونتاج مختلف ولما جربوا يتعاملوا مع دافنشي ما قدروش يتعاملوا معاه بشكل كويس، والنوع الثاني هم اللي اول مره يتعلموا مونتاج اصلا. وسواء كان ده اول شرح تشوفه لدافنشي او لا، احب اقول لك حاجتين. اولا انا مبسوط جدا انك بتتفرج عليا دلوقتي عشان باذن الله هشرح في السلسله دي اهم اساسيات دافنشي واهم الحاجات اللي محتاج تعرفها عشان تعمل مونتاج لفيديو، وهقول لك على حل اغلب المشاكل اللي هتقابلك ان ما كانش كلها باذن الله بحكم تجربتي واستخدامي للبرنامج في مونتاج بعض فيديوهاتي بشكل كامل بدون دخول بقى في التفاصيل اللي انت مش هتحتاجها بنسبه كبيره. وبعد ما تخلص السلسله لو حبيت تتعمق في اي جزئيه من جزئيات دافنشي هيبقى الموضوع اسهل بكتير معاك عشان انت فعليا بقى معاك الاساسيات وبقيت قادر فعلا تطلع فيديو من دافنشي. هنبدا في شرح البرنامج من قائمه الميديا مرورا بمساحه الكات اللي غالبا مش هنقول فيها حاجه عشان ندخل على طول على قائمه الاديت اللي هي اصلا مغطيه عليها وهتاخد مننا شويه وقت. بعد كده هنفهم اساسيات الفيوجن اللي الناس مقلقه منه، وبعد كده هنوصل لمساحه الكالر جريدنج اللي تعتبر اقوى ميزه في دافنشي فعليا، وفي ناس بتستخدم دافنشي بشكل اساسي عشان حته التلوين دي لدرجه ان في ناس بتخش تلون عليه وبعد كده تعمل اكسبورت الفيديو وتنقله على برنامج مونتاج تاني تكمل عليه. ولكن بالرغم من ده انا بصراحه ما اتعاملتش معاها خالص حتى الان، وبالتالي انا يا دوب هشرح فيها كام نقطه كده مش اكتر. ولكن لو حابب تتعمق في المساحه دي بعد كده هتلاقي ناس كتير جدا باذن الله شارحينها بالتفصيل. بعد كده هندخل على الفير لايت الخاص بتعديل الصوت ويعتبر بديل لبرنامج ادوبي اوديشن، ومن خلاله هنقدر نعدل الصوت ونشيل منه النويز ونوصله لجوده قويه جدا باذن الله. واكيد طبعا مساحه الدليفر اللي هنصدر منها الفيديو النهائي، ووسط ما احنا شغالين هنظبط شويه اعدادات في دافنشي عشان ناخد منه اعلى اداء ممكن باذن الله. والحاجه التانيه بقى اللي كنت عايز اقولها لك، يعني معقول انت لحد دلوقتي لسه ما حطيتش لايك؟ مات العشم. طيب احنا فعليا هنعمل ايه النهارده؟ بكل بساطه هنحمل برنامج دافنشي من الموقع الرسمي، ومن الفيديو الجاي باذن الله هنبدا نشرح دافنشي بشكل فعلي. فخلينا ندخل على موقع بلاك ماجيك، هسيب لك ان شاء الله لينك الموقع تحت في الديسكربشن، وهتنزل تحت لحد ما تلاقي دافنشي ريزولف 18. وطبعا احنا هنختار النسخه المجانيه، وبالمناسبه بما اننا جينا في النقطه دي فالنسخه المدفوعه موجوده برضو، ولكن الخصائص اللي موجوده في النسخه المجانيه كافيه جدا بالنسبه لنا. ويمكن ميزه قويه كمان في برنامج دافنشي انك يوم لما تحب تشتريه انت بتدفع ثمنه مره واحده وبيفضل معاك مدى الحياه، على عكس برامج ادوبي اللي انت محتاج تدفع لها اشتراك شهري فعليا. المهم هنبدا نضغط على فري داونلود ناو، وهتطلع معانا القائمه دي هنختار منها ويندوز، وهتبدا تكتب بياناتك. هنكتب مثلا اسمي احمد الحفناوي، والشركه ممكن تسيبها فاضيه، اهم حاجه الايميل والرقم التليفون والدوله والشارع والمدينه، ولو مش عارف الزي اي بي كود مش لازم تكتبه. وبالنسبه للناس اللي مقلقه بس من رقم التليفون، يعني انت فعليا ممكن تكتبه اي حاجه مش هيقول لك لا يعني. ولما تضغط على ريجستر اند داونلود هتلاقي البرنامج بينزل معاك بشكل طبيعي، وبعد ما تفتحه هيبدا يحمل معاك بالشكل ده، وبعد كده هنضغط انستول وهنسيبه لحد ما يخلص تحميل، وبعد كده نيكست ونعلم صح نيكست. ولو عايز تسطبه في مكان مختلف عن ده ممكن تضغط على تشينج وتيجي من هنا وتتنقل ما بين الملفات لحد ما توصل للمكان اللي انت عايزه، وبعد كده بتضغط على اوكي. انا عن نفسي هسيبه زي ما هو. بعد كده هنضغط نيكست انستول وهنسيبه لحد ما يخلص تحميل. بعد ما يخلص هنقول له فينيش اوكي، وكده البرنامج نزل معانا. ولما نفتح البرنامج هيبدا يحمل معانا بالشكل ده. ودي البروجكتس اللي انا كنت شغال عليها قبل كده، وغالبا اللي هيظهر عندك هو الجزء ده بس خلي بالك في حاجه محتاجه تتظبط قبل ما نشتغل في البرنامج. لو انت بتستخدم لابتوب زي حالاتي وعندك كارتين شاشه، واحد مدمج وواحد خارجي، فغالبا ان ما كانش دايما الكارت الخارجي بيبقى اقوى بكتير من الكارت المدمج، ولكن ساعات دافنشي بيسيب الكارت الخارجي ويشتغل على الكارت المدمج، وبالتالي بيديك اداء تعبان جدا يعني. فالفكره كلها ان احنا هنقفل دافنشي دلوقتي خالص، وهنفتح بحث الويندوز ونكتب كلمه جرافيكس سيتنجز، وهنضغط على جرافيكس سيتنجز، وبعد كده هتضغط على براوز وهتروح للمكان اللي سطبت فيه دافنشي اللي هو بالنسبه لي كان السي. بعد كده بروجرام فايلز، بلاك ماجيك ديزاين، دافنشي ريزولف، وننزل تحته هنلاقي ريزولف عندنا بالمنظر ده. هنضغط عليها دبل كليك، هو بيقول لي انا اصلا ضايفها قبل كده وفعلا دافنشي هيظهر معاك بالشكل ده. فهتضغط على اوبشنز وهتختار هاي بيرفورمانس وبعد كده سيف، وده هيديك احسن اداء ممكن من البرنامج ده، طبعا غير الاعدادات اللي هنظبطها جوه البرنامج، وغير كمان موضوع البروكسيز والاوبتمايزد ميديا اللي هنعمل لها فيديو منفصل باذن الله. ولحد هنا نكون خلصنا فيديو المقدمه، وباذن الله اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي اللي هنبدا نشرح فيه دافنشي بشكل فعلي. وقبل ما نقفل الفيديو لو ما كنتش عملت لايك ما تنساش تعمله، وتشترك في القناه عشان توصلك الفيديوهات الجديده اول لما تنزل. وبس كده اشوفكم على خير الفيديو الجاي باذن الله. مع السلامه.